لأول مرة نرى الرئيس السوري بشار الأسد تطأ قدماه أرض المملكة العربية السعودية بعد 12 عاما من الغياب، حيث أننا نتابع معكم هذه الصور. الرئيس السوري بشار الأسد وصل إذن المطار، وطبعا أعلنت الرئاسة السورية بأنه سيتجه فعلا إلى جدة للمشاركة في القمة العربية. الآن في مقدمة استقباله نتابع معكم أحمد أبو الغيط وأيضا عدد كبير من المسؤولين في مقدمة استقبال الرئيس السوري بشار الأسد. نتابع معكم هذه الصور. طبعا كانت الجامعة العربية جمدت عضوية سوريا في الجامعة العربية في 2011 على خلفية اندلاع الأزمة السورية. هناك ترحيب عربي كبير بعودة سوريا إلى الحضن العربي هذه المرة، حيث هناك أيضا ترحيب على صعيد رسمي سياسي وعلى صعيد أيضا شعبي لمشاركة سوريا مرة أخرى بعد غياب 12 عاما في قمة عربية تجمع كل العرب. أحمد أبو الغيط أمين عام الجامعة العربية كان قال بأن هذه المرة الحضور العربي مكتمل، الحضور العربي كامل من حيث مستوى تمثيل القادة والرؤساء والحكام الذين قدموا ووصلوا إلى أرض المملكة العربية السعودية وتحديدا جدة، حيث ستقام القمة العربية 32. هذا هو الرئيس السوري بشار الأسد إذن يصل، ونتابع معكم هذه الصور التي نشاهدها إذن الآن. طبعا كان هناك تصريحات استبقت وصول الرئيس السوري. طبعا نائب أمير منطقة مكة الأمير بدر بن سلطان في أيضا مقدمة مستقبلي الوفد السوري. نتابع معكم أيضا وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، وطبعا الأمير بدر بن سلطان. نتابع معكم هذه الصور. الآن هذه طبعا محادثات تجمع بين الرئيس السوري بشار الأسد وأيضا أحمد أبو الغيط أمين عام الجامعة العربية. وطبعا هذه القمة التي تعقد في ظروف استثنائية تمر بها العالم وخصوصا أيضا المنطقة العربية في ظل التطورات الإيجابية التي طرأت في المنطقة العربية، حيث قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان: نحن الآن في مرحلة تصفير الأزمات في المنطقة. طبعا سبقت هذه القمة التي من المقرر عقدها يوم غد، وكل الأنظار تتجه نحو المملكة العربية السعودية وإلى جدة بالتحديد بعد المؤشرات الإيجابية التي طرأت مؤخرا، منها عودة سوريا إلى الحضن العربي، وبالتالي هناك المضي قدما في تحقيق نحو ملفات عدة في المنطقة، وأهمها أيضا أبرزها الأزمة السورية.